سلام عليكم، ازيكم حبايب طمطومة. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا، وصفة غدا لذيذة وجميلة وطعمة طعامة. هنعمل الحمام الكذاب بحشوة الرز الشامية. حشوة لذيذة وجميلة وهتعجبكم، مع صينية بطاطس بتتبيلة جديدة روعة، وحمام كذاب بس مش كذاب. النهاردة إن شاء الله هتعجبكم وصفتي بإذن الله لو جربتوها. بس الأول اللي مش مشترك يشترك ويتفعل الجرس عشان يوصله كل الإشعارات، ويدخل يعمل لي لايك وتعليق حلو منكم. ويلا بينا على وصفتنا. دول حبايبي 4 اوراق اهم. انا خليت الفراخي بتاع الفراخ يعملهم لي، قلت له اعملهم لي حمام كداب، فهو بيخليهم لك ويعملهم لك بالطريقه دي. هنيجي ايه بقى اول حاجه؟ ادي ال4 اوراق. هنيجي نحاول ان احنا اي حته جلده فاضيه زي دي كده نحاول ان احنا نقلل كده اللحم كده، نفتح اللحم بتاعنا بحيث ان هو يملى، لو في جلد فاضي او حاجه يملاه اهو بالشكل ده اهو بالشكل ده. وحاجه اجيب بقى ايه، اي حاجه مدق كوبايه، يعني اي حاجه ممكن تدقي بيها مدق اللحوم، كوبايه ايد هون اي حاجه. فانا ما عنديش مدق لحوم، فانا هجيب ايد الهون بتاعتي كده بالشكل ده، وهبتدي ادق على اللحمه بتاعتي كده شويه، بحيث ان الورك بيتفرد واللحم كمان بيلين اكتر اهو. الصوت فرد عامل ازاي ما شاء الله. هعمل باقي الاوراق بالشكل ده وهرجع لكم تاني. بعد يا حبايبي ما عملنا كده الأربع أوراق، هنبتدي هنتبلهم بإيه؟ بتوابل خفيفة، ملح، نرش كده شوية ملح، وبعدين هنحط كمان معلقة كده حبهان ولورو مطحون لكل ورك كده، حبة صغيرين. وبعدين هنحط بابريكا برضو شوية كده صغيرين لكل ورك من الأوراق بتاعتنا، علشان كده تخليها حمرا وحلوة. وفي الآخر خالص هنحط ايه؟ هنحط فلفل أسمر، هنحط كده شوية فلفل أسمر لكل ورك من الأوراق اللي احنا عاملينها. بعد كده هنرش رشة زيت على كل كده ورك من الوراك، وهنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نتبل بقى الفراخ دي كلها بالتتبيلة بتاعتنا دي. هنقلب بقى الأوراق بتاعتنا على الوجه التاني اللي فيه الجلد، وهنبتدي نتبلها نفس التتبيلة. حبهان هنرش عليها كلها، بابريكا، فلفل أسمر، وشوية زيت على كل وجه، وهنبتدي ندعكها برضو نفس الدعكة اللي احنا دعكناها للوجه الأولين. كده تبلناها وتمام. هنحطها بقى في الصينية بتاعتنا وهنسيبها بوريكم بقى لو في لحم كده من اتقطع او حاجة هينفعنا بان احنا نحطه مع الحشوة. هنترك بقى الوراك دي في التلاجة علشان تشرب من التتبيلة بتاعتها كويس. ونبتدي بقى نروح نعمل ايه؟ هنعمل الرز اللي احنا هنحشي بيه الوراك بتاعتنا. عندنا يا حبايبي كده حلة على النار، حطينا فيها معلقتين زيت ومعلقة زبدة أو سمنة المتاح عندك ماشي. ولما ساحت السمنة والزبدة بتاعتنا والزيت، دي بصلاية متوسطة هناخد نصها، ونصها ده هنخليه هندعكه بملح وفلفل وهنضيفه على الرز بعد ما يستوي. هنشوح البصلة بتاعتنا لغاية أما نشم كده ريحة البصلة الحلوة. ودي معلقتين كده لحمة مفرومة، ولو ما عندكيش مش مهم، يعني انا حطاها كده من عندي. عندك ماشي، ما عندكيش خلاص.
هنتبل بقى، هنحط ربع معلقة قرفة كده ومعلقة بابريكا، وهنحط كمان فلفل أسمر، وهنحط حبهان ولورو مطحون من كل نوع كده ربع معلقة، البابريكا معلقة. هنقلب بقى التتبيلة الحلوة دي، التوابل الحلوة دي مع اللحمة المفرومة والبصل، وعلشان خاطر يبقى طعم الرز جميل جدا. الرز الشامي دون طعمه حكاية، يعني لو عملته لوحده كده يتاكل ايه روعة. طبعا يا جماعة دول الرز اللي انا غسلاه. بصوا كل ورك بياخد كبشة كده من الرز مقفولة، ايدك مقفولة تعملي كبشة صغيرة كده لكل ورك. دول 4 كبشات كده مقفولين عليه الأربع أوراق بتاعنا. حطينا الرز بتاعنا وهنشوحه بس تشويحة خفيفة مع البصل واللحمة، وبعدين نحط المية بتاعتنا بقى، مية بتغلي يا دوبك تغطي الرز بس، علشان احنا عايزين الرز يستوي 3/4 سوا، يبقى لسه فيه سنة، فمش هنحط عيار الرز كله، هنحط بس يا دوبك يغطي. هنحط الملح بتاعنا على الرز الجميل بتاعنا دون، وهنقلبه ونغطي الحلة ونهدي عليها النار، ونسيبها بقى لغاية اما يستوي. البصل اللي انا وريتها لكم دي نص البصلايه اللي انا حشتها علشان خاطر انضيفها فيه بعد ما الرز يستوي. كده بقى هنغطي على الرز وهنسيبه لغاية اما يشرب المية ويستوي كده نص سوا. اهو بصوا اهو استوى نص سوا وبقى جميل جدا وتحفة. طبعا لازم نسيب الرز بتاعنا دون لما يبرد، ما ينفعش تحشي بيه اللي وراك وهو سخن ابدا. وبرده لو الحمام حمام حقيقي لازم تسيبي الرز بتاعك يبرد خالص عشان ما يفجر لكيش الجلد بتاع الحمامة. كده اهو بصوا الرز شكله عامل ازاي، تحفة. الرز الشامي ده روعة 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 روعة، وخاصة في الحشو. هنسيبه بقى لغاية اما يبرد، وبعدين نروح نعمل صينية البطاطس بتاعتنا عبال ما الرز يبرد واللي وراك تتبل. جبنا الصينية بتاعتنا، هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها معلقتين زيت حلوين كده زيكم، ومعلقة سمنة حلوة كده، وسمنة او زبدة اي حاجة مفيش مشاكل. عندنا بصلة متوسطة متقطعة جوانح، وفلفلاية خضراء رومي متقطعة برضو شرايح، ونص فلفلاية حمراء، و4 فصوص توم متقطعين، ولو عندك نص فلفلاية صفراء يبقى تمام. مفيش خلاص الموجود. هنحط كل الخضار بتاعنا ده على السمنة والزيت اللي في الصينية، وهنقلبهم كده معاهم. وهعمل ايه بقى؟ هروح على النار يا دوبك اشوح الخضار ده دقيقة او دقيقتين، عايزاه يدبل بس. اهو بصوا شكله اهو، شوحته شكله يا دوبك زي ما هو، بس دبل بس شوية صغيرين كرمل كده. بعد كده بعد ما الخضار بتاعي اتشوح، دي طماطميتين مقطعاهم كده حلقات صغيرة. ما حطيتهاش ليه من الاول لاني مش عايزاها تنزل ميتها، عايزاها زي ما هي. هنبهر، هنحط سنة قرفة، وربع معلقة فلفل اسمر، وكمون ربع معلقة، وهحط كمان زعتر ربع معلقة زعتر، وهحط الملح بقى بتاعي، وهقلب بقى التتبيلة الحلوة بتاعتي دي. وما اقولكوش يا جماعة على الريحة، روعة، ريحتها روعة. دول معلقتين صلصة هنحطهم على الخضار بتاعنا بالشكل ده، وهنقلب بقى الخضار كله بالصلصة. الطريقة دي يا جماعة بتخلي الخضار يجنن. هنحط بقى الملح بتاعنا كده ونتبل، وهنقلب وننزل بقى بالخضار بتاعنا. فيكي بقى تحطي اي خضار انت عايزاه. طبعا اللي انا حطيته في الاخر ده معلقه مرقه دجاج من اللي هي البودر، براحتك، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه ما تحطيهاش.
براحتك خالص. هنبتدي بقى ان احنا ننزل. انا حطيت بطاطس مقطعاها كده حلقات، ومش مشكلة ان تكون سميكة شوية، عادي، لان هتغيب في السوا شوية مع الفراخ. ودول شوية بسلة وشوية جزر، وفي تضيفي اي خضار انت عايزاه. عايزة بقى ايه امسك الخضار ده كله ادعكه بالصلصة الحلوة والحاجات الجميلة دي. شوفوا الصينية بقى بقت جميلة ازاي، تحفة 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 تحفة. ولا ريحتها جنان، ريحتها وشكلها جنان. ركننا بقى صينيتنا، جبنا الرز بتاعنا بعد ما برد، ودعكنا النص بصلايه اللي حشناها بملح وفلفل، وحطيناها على الرز بتاعنا اللي هنحشي بيه اللي ورك. جبنا بقى كده اول ورك بتفرديه كده كويس جدا، تفردي الجلد بتاعه حلو كده، ولو في لحم كده بتنزليه بايديكي وتساوي الورك كويس. وهنبتدي بقى نجيب اول معلقة رز الحشو ونحطها، والمعلقة التانية كل ورك بياخد معلقتين او معلقتين ونص بالكتير، علشان ما ينفجرش منك ويبقى حلو تعرفي تلميه. هتجيبي الحرف بتاعها كده اهو بالطريقة دي، وتبتدي تلفيه بالشكل ده اهو. هتجيبي بقى بعد كده خلة الأسنان، نبدأ نقفل الجزء اللي عند العضماية، اللي هي يعني رقبة الحمامة، نقفلها كده بخلة الأسنان كويس. وبعدين نقلب بقى الورك بتاعنا علشان نقفل الجهة التانية اهو. بصوا بنلم الجلد، بنحاول نغطي اي جزء من الورك بالجلد اهو. لمي كده لمي، واعملي بقى بخلة الأسنان، ولا ورق فويل ولا ستريتش ولا أي حاجة، هو كده وبس. وهنقفل الجزء اللي فوق ده برضو بعود من الخلة اهون. بصوا تمام. وبقى عندنا فردة حمام محترمة محشية رز شامي روعة. ويا ريت اللي معايا في الفيديو لسه ينزل بقى يعمل لي لايك، وما ينساش لايك وتعليق حلو منكم يا جماعة، علشان خاطر ربنا. كده بقى بكمل الوراك بتاعتي بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الاولاني، معلقتين رز او معلقتين ونص، وتبتدي تقفلي بالخلة بتاعتك كويس. الأكلة دي من الأكلات الفخرة جدا، الأكلات اللي تبقى فخرة معاكي على السفرة. خلصنا الأربع فرد حمام بتوعنا، هنحطهم في الصينية بتاعتنا كده، وهنحطهم على جنب. ونجيب بقى صينية البطاطس اللي تجنن بتاعتنا الجميلة. بصوا شكلها عامل ازاي وألوان الخضار روعة. هنرص بقى الحمام على البطاطس بالشكل ده، ولا هيفك ولا هيقع منه رز ولا اي حاجة، هيبقى زي الفل اهو. رصيناه، رصيه بقى الرصة اللي انتي تعجبك وتبقى على سفرتك شكلها حلو اهون. بصوا الصينية والحمام بتاعنا روعة. هنجيب بقى نص شفشق طماطم، ده شفشق الخلاط عاملة نص طماطم، وهننزل بقى بالطماطم بتاعتنا كده على البطاطس وعلى الحمام بتاعنا بالشكل ده. ونهزه بقى كده، نهز الطماطم عشان تنزل تحت على البطاطس. هنزود شوية مية صغيرين وكده تمام التمام. هحط بقى الصينية بتاعتي دي على البوتاجاز من فوق الأول تغلي، عشان ما تاخدش وقت طويل. هتغلي، أول ما تغلي أنا مشغلة البوتاجاز الفرن ومسخناها، هحطها من تحت، وبعدين أحطها تحت الشواية. بصوا بقى على الجمال، وسع بقى للجمال، وسع للطعامة. بصوا الحمام ولا البطاطس والبسلة والخضار،
رهيبة، والريحة ما اقولكوش يا جماعة، تحفة. بصوا الجمال، حاجة كده في اللذاذة، تزين سفرتك قدام اي حد، ولا في حمامة فكت ولا في حمامة حصل لها اي حاجة، زي الفل. شوية بقى الرز اللذيذ ابو شعرية الجميل، ونجيب بقى الحمامة بتاعتنا الخطيرة نحطها جنب الرز. يا سلام، بصوا ملوا عينيكم من جمال المنظر، شوفوا عاملة ازاي، ولا الرز جواها روعة، طعمه خطير. هنشيل بقى الخلة دلوقتي بتاعت اللي احنا عاملين بيها، تشيليها كده بالراحة هتطلع معاكي بمنتهى السهولة اهي. وادي فردة الحمام بتاعتنا، عايزانا ناكلها. وهنحط بقى شوية الخضار، البطاطس بالبسلة ده اللي هو دايب دوب، دايب دوب يا قلبي، عايز بقكم، يستاهل بقكم الحلو. شوفوا بقى فتحنا الحمامة كده من جوه، شوفوا الرز بقى طعم رائع، الرز الشامي ده رائع رائع رائع. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوه من غير لحمة مفرومة ولا اي حاجة عادي، هيبقى برضو تحفة تحفة تحفة. ولا البطاطس دايبة دوب، طعم وريحة جنين. يا ريت تجربوا وصفتي، يا ريت تجربوا الحمام الكداب بطريقتي، هيعجبكم ويزين سفرتكم وهيعجب اولادكم. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة من وصفات طمطومة، واشوفكم على خير. وما تنسنوش في اللايك والشير والتعليق، تعليق يا جماعة ولايك عشان خاطر ربنا، عشان احنا قنوات صغيرة، ساعدونا ادعمونا وعلقوا لنا ولايك ولايك ولايك. مع السلامة.